جوه كل واحد فينا نسخة أقوى أنجح نسخة لسه ما ظهرتش. الفرق بينك وبين النسخة دي قرار إن أنت تبدأ تلتزم، قرار إن أنت تغير كل حاجة. أنا محمد أشرف، مدرب معتمد، وهساعدك إن أنت توصل لهدفك بخطة تدريبية معينة، بخطة تغذية مخصوصة ليك، وهمشي معاك خطوة بخطوة أونلاين لحد ما توصل لحلمك. خلي هدفك حقيقي وابدأ الرحلة. مشاهدينا الكرام، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الرياضة والتغذية. كنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن السعرات الحرارية. الحلقة دي هكلمك في موضوع تاني مختلف خالص. تفتكر ايه أكبر غلطة انت ممكن تكون بتعملها في حق نفسك؟ أكبر غلطة هي الكومفورت زون، إن أنت تبقى قاعد في البيت ما بتعملش حاجة. يعني تخلص 8 ساعات شغل بتوعك أو ال10 ساعات شغل بتوعك وتفضل قاعد ما بتتحركش، أو ما بتعملش أي حاجة في يومك زي إن أنت تتعلم مهارة جديدة أو إن أنت تطور نفسك. النهارده أنا هاتكلم على الجزء اللي يخصني بس، وهو جزء الرياضة. تفتكر إن الرياضة ليها فوايد تانية غير إن هي بتضبط شكل جسمك؟ آه طبعًا هي ليها فوايد كتير. كل أمّا سنك يبقى صغير وتبدأ رياضة أكتر، كل أمّا سنك يكبر وتحمي نفسك من أمراض كتير. الرياضة مهمة جدًا، ومش شرط الرياضة دي إن أنا أنزل الgym أو إن أنا أعمل حاجة فيها صعوبة بالنسبة لي. الرياضة ممكن نكتفي بيها بوقت 20 دقيقة مثلًا مشي أو 10 دقايق مشي، وممكن إن أنت تعمل الرياضة دي في البيت على هيئة حاجة أنت بتحبها، على حركة أنت بتعملها. وممكن على فكرة إن أنت تحوّل شغلك لو هو في حركة لرياضة. أنت فاهم أنا باتكلّم في إيه؟ بس فكرة إن أنا أقعد وأبقى خامل ومش باعمل أي حاجة كده، ده أكبر غلط أنت ممكن تعمله في حق نَفْسك. النهارده أنا هاقول لك إحنا لو لعبنا رياضة كل يوم على الأقل 30 دقيقة، إحنا ممكن نعمل إيه. طيب هل الأول أنا ممكن أبدأ بحاجة أقل من 30 دقيقة؟ آه، أنا ممكن أبدأ ب10 دقايق في اليوم، وواحدة، واحدة أزوّد ال10 دقايق دول لحد ما يوصلوا معايا لحاجة كبيرة. 30 دقيقة، ساعة إلا ربع كفاية أوي. بس خلّينا نفهم الأول الرياضة بتعمل إيه في جسمنا. الرياضة بتحسّن الدورة الدموية، الرياضة بتحمي من أمراض كتير جدًا، زي السُكّر المستوى التاني، لإن كتر الأكل والقعدة بيخزّن دهون وبيعمل سُكّر مستوى تاني أو مقاومة أنسولين، ودي كارثة كبيرة جدًا. هو مرض، إحنا كده اتحوّلنا بقى من أشخاص طبيعيين لمرض بسبب الأكل. الأكل مُضِر جدًا ويمكن أكتر من التدخين. بس خلّينا نتكلّم برضه عن الأمراض التانية اللي ممكن يعملها زي انسداد الشرايين. انسداد الشرايين ده مرض خطير جدًا، شريان القلب، شريان في الرجلين، شريان في الرئة. هيعمل لك مشاكل كتير جدًا ويخلّيك ممكن تحصل لسكتات، وفي ناس أنا أعرفها ماتت بسبب الانسداد في الشرايين ده. طيب خلّينا نتكلّم إن الدورة الدموية كل ما تبقى شغّالة ونشطة، كل أمّا أنت لمّا تيجي تتحط في حاجات تانية، زي إن أنت تيجي لك إصابة أو يحصل لك حاجة، الجرح بيلتئم بسرعة، لإن جسمك متعوّد على الاستشفاء، على عكس الجسم اللي هو قاعد ما بيعملش أي حاجة. غير كده إن القعدة الكتير أو عدم الحركة بيعمل حاجة اسمها frozen أو تشوهات قوامية. الfrozen اللي هو التجمُّد، إن أنت تلاقي نَفْسك جسمك متجمِّد، تيجي ترفع دراعك كده تجيب حاجة تلاقي نَفْسك طرقعت، دراعك طرقع، تعمل رقبتك كده مرّة واحدة تحس إن رقبتك فيها خشونة أو فيها ضعف. لكن الرياضة بتحمي من الحاجات دي، خصوصًا تمرينات الاسترتشات، ودي هنتكلم عليها قدّام شوية. لكن خلّينا نتكلم برضه إن الكارثة اللي أنت بتعملها في حق نفسك، اللي هي إن أنت بتقعد دي، ممكن كمان تعمل لك تشوه قوامي. مش بتشوف ناس عندهم كتف أعلى من كتف أو كتف أقل من كتف أو بطن طالعة لقدّام أو ضهر مقوّس من فوق؟ ما كل ده بسبب إن إحنا دلوقتي بقينا ماسكين الموبايل طول النهار، مش بنفرد ضهرنا، مش بنعمل أي تمرينات تعدل لنا ضهرنا. فده ممكن يعمل لك انحناء في أعلى الراس من فوق، تلاقي واحد عامل كده وهو ماشي رقبته مايلة لقدّام. أو إن هو يكون ضهره مقوّس لقدّام، أو إن هو يكون ضهره مقوّس من تحت. ما كل دي بسبب إن إحنا بنقعد قعدات كتير غلط، طول النهار قاعد. فطول ما أنت طول النهار قاعد، طبيعي جدًا إن أنت يحصل معاك كده. الرياضة كمان بتخلّي جسمك يحرق من الجلوكوز. الجلوكوز ده اللي هو سُكّر الدم. أنت دلوقتي أكلت حاجة فيها سُكّر، سواء كانت فاكهة أو حاجة نشويات عالية مثلًا، فاتحوّلت في جسمك لسُكّر. فالجسم بيتعلّم مع الرياضة إن هو يحرق من السُكّر ده وما يخزّنهوش عشان ما يحصلّيش سُكّر مستوى تاني أو مقاومة أنسولين زي ما إحنا اتفقنا في أول الفيديو أو في أول الحلقة. دي أهمية الرياضة باختصار، ودي حاجة مهمة جدًا، جدًا، جدًا إحنا لازم نعملها ونخلّيها عادات يومية في حياتنا. ونبدأ من بُكرة، من بعد أمّا تشوف الحلقة دي، تبدأ من بُكرة أو من النهارده تقوم تبتدي تعمل رياضة. خلّينا بقى نتكلّم على الشِق التاني اللي الرياضة بتفيد فيه غير الشِق الجسدي، وهو الشِق النفسي. في هرمونات بتتفرز في جسمك وقت الرياضة زي الدوبامين والإندورفين، دول هرمونات مسؤولة عن السعادة. أنت بعد ما تعمل مجهود شاق جدًا في رياضة أو إن أنت تاخد تمرينة كويسة، بتطلع مبسوط ومش عارف أنت مبسوط كده ليه. غير كده إن إحنا بيكون عندنا ثقة في نفسنا وإحنا بنتكلّم مع الناس وجسمنا حلو. غير كده إن أنت أي حاجة هتشوفها
هتبقى لايقة عليك وماشية معاك، مش هتشوف حاجة مثلًا في مكان وتبُص عليها كده وتقول يا ريتني أشتري المكان ده بس ييجي مقاسي، أو أشتري اللبس ده بس ييجي مقاسي، ما كل ده بتبقى عوامل بتأثّر على نفسيتك. في ناس ممكن يوصل معاهم الموضوع إن هم ينتحروا بسبب شكل جسمهم، بسبب تنمر الناس عليهم، فالشق النفسي ده أهم حاجة بالنسبة لي. ما فيش حاجة اسمها أنا مش عارف أبدأ، ما فيش حاجة اسمها أنا مستني أبدأ لمّا يحصل كذا، لأ أنا هابدأ في الوقت ده، أنا هابدأ دلوقتي، مش هاستنى الظروف المثالية، مش هاستنى الوقت الفلاني اللي هابدأ فيه، مش هاستنى لمّا يحصل مش عارف إيه، لأ أنا هابدأ من النهارده، أنا هابدأ دلوقتي أبتدي إن أنا أتغيّر. فكرة إن أنا شايف نفسي كل يوم وزني بيزيد، وإن أنا واقف في مكاني مش باعمل أي حاجة، وعمّال نفسيتي تبوظ كل يوم، فده بيعلّي هرمون في جسمنا اسمه كورتيزول اللي أصلًا بيتخنّك أكتر. أنت متخيّل؟ يعني أنت زعلان عشان تخين فبتبقى زعلان وتخين، الاتنين مع بعض. فحاول على قد ما تقدر إن أنت تحسّن مزاجك وتحسّن نفسيتك، لإن هرمون الكورتيزول ده زيه زي هرمون الأنسولين، الأنسولين ده برضه أكتر هرمون ممكن يأذيك، الأنسولين ده اللي بييجي من السُكّر، أنا مثلًا دلوقتي أكلت حاجة مسكّرة فرفعت هرمون الأنسولين في جسمي فقلّلت الحرق. غير إن هي قلّلت الحرق، هي برضه أذت حاجات تانية كتير، أذت حاجات زي إيه، زي الهرمونات بتاعة جسمك الأساسية اللي بتخلّي جسمك يقوم بوظايفه الأساسية، زي الGH والتستوستيرون عند الرجالة أو الأستروجين عند السيدات. فخلّينا نتكلّم إن السُكّر أو هرمون الأنسولين ده خطر، 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 وحُط تحت خطر دي 1000 خط، وخلّينا نتكلّم إن هرمون الكورتيزول ده أخطر من هرمون الأنسولين. ليه؟ لإن هرمون الأنسولين أنا عارف إن أنا دخلته النهارده، لكن هرمون الكورتيزول ده بيتفرز في جسمك في وقت أنت مش واخد بالك منّه، حصلت مشكلة مع زمايلك في الشغل، مديرك شَد عليك شوية، حصل معاك أي حاجة مضايقاك، ما نمتش كويس ودي أكبر مشكلة، قِلّة النوم بتعلّي هرمون الكورتيزول جدًا، 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 فكون إن أنا ما نمتش كويس ده هيعلّي هرمون الكورتيزول وهيخلّي جسمك يخُش في حالة زيادة وزن. فالحاجات دي مهمة جدًا، وخليك عارف إن الرياضة لمّا تبدأ فيها هتأثّر على نفسيتك جدًا، جدًا، جدًا. اقتنعت بقى؟ خلّينا نبدأ. خلّيني بقى أشرح لك النهارده هتعمل إيه في البيت أو هتعمل إيه في الgym بالضبط، وببساطة جدًا هافهّمك خطوات معيّنة، وهافهّمك إيه أنواع التمارين الرياضية، وأنت اختار المناسب ليك واللي أنت شايفه أحسن. أول نوع معانا اللي هو اسمه كارديو، كارديو أصلًا يعني قلب، التمرينات اللي فيها أنت بتنهج، التمرينات اللي أنا باجري فيها مثلًا بسرعة عالية، بانُط حبل، في تمرين اسمه الاستبات اللي هو أنا باحط خطوة كده وأطلع وأنزل عليها، طلوع السلم بشدة عالية بسرعة، نزول السلم، على فكرة رقص الزومبا والحاجات دي برضه تعتبر تحت تمارين الكارديو. طيب تمارين الكارديو ده مهم جدًا، 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 وهو أسرع حاجة بتحرق من جلوكوز الدم أو من سكر الدم، وأكتر حاجة تخلّيك تخس في الوقت الحالي. يعني أنت لو عندك مناسبة قريبة وعايز تخس بسرعة، إحنا ممكن نعمل تمرينات الكارديو دي كل يوم، فهتلاقي نفسك وصلت لمرحلة إن أنت جسمك نزل أو خسيت في وقت قصير جدًا. بس طبعًا تمرينات الكارديو لوحدها مش كفاية، بس أنا باقول لك لو هتبدأ كفاية أوي إن أنت تبدأ بيها 10 دقايق كل يوم. أي حاجة فيها نبضات القلب بتعلى والنَفَس بتاعك بيروح وييجي جامد، ممكن تجري في مكانك، ممكن تنُط في مكانك، ممكن تعمل مجهود شاق. يعني قبل كده واحدة سألتني بتقول لي: "هل شغل البيت لو أنا عملته بسرعة شوية يعتبر كارديو؟" آه طبعًا يعتبر كارديو، طالما هيخلّيك تتحرك جامد وتنهج تاخد نَفَسك، آه طبعًا هيخلّيك هيبقى يعتبر تحت كارديو تحت بند الرياضة. فبرضه الكارديو ده مهم جدًا وعايزك تاخد بالك منّه، وفي بقى حاجة ويمكن أحسن حاجة اللي إحنا نحُط عليها highlight كبير كده، وهادّيك بقى the golden tip أو النصيحة الذهبية، إن حاجة اسمها heat cardio. heat cardio ده اللي هو يعتبر من أحسن الحاجات اللي ممكن تعملها في حياتك، وبيتعمل إزاي بقى؟ بافتح الstopwatch بتاع الموبايل واشتغل 30 ثانية بأسرع حاجة عندي أقدر أعملها، وبعدين 15 ثانية راحة آخُد نَفَسي فيهم وأشرب بُق مَيّة، وأرجع تاني 30 ثانية بأقصى حاجة عندي لمدة 20 دقيقة. أو لو عايز تزوّد الlevel شوية، أنا باعمل دقيقة بأقصى حاجة عندي، ودقيقة بالراحة خالص. يعني أنا مثلًا شغّال على الtreadmill باجري على الtreadmill بسرعة عالية جدًا، 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 وبعد كده باهدّي السرعة وأمشي بالراحة خالص أو أهرول بالراحة خالص. بعد كده أجري بسرعة، بعد كده أهرول بالراحة. الheat cardio ده بيخلّي جسمك محرقة دهون حرفيًا. ولو عايز نصيحتي، الحاجة اللي تخلّيك في ثانية تخس وأسرع حاجة تخلّيك تخس هو الheat cardio ده. والله، والله أنت لو جرّبت الكلام ده بعد الحلقة دي أنت هتيجي تشكرني. الهيت كارديو ده يعتبر سر المهنة، وإحنا قبل البطولات عشان ننشّف وعشان نعمل جسم شكله حلو زي ما أنت شايف بنستخدم الهيت كارديو ده. طيب خلّينا نخش على حاجة تانية ويعتبر دي أهم حاجة
ممكن تعملها أو أكتر هدية تقدر تدّيها لجسمك، وهي تمرينات المقاومة. إيه تمرينات المقاومة؟ تمرينات المقاومة اللي هي بوزن جسمك، زي إن أنا ألعب ضغط أو إن أنا ألعب عُقلة أو إن أنا ألعب متوازي أو إن أنا أروح الgym أشيل أوزان أكتر من الطبيعي. يعني أنا مثلًا في حاجات اسمها functional training اللي هي التمرينات الطبيعية أو التمرينات اليومية، الحاجات اللي إحنا بنعملها في يومنا، زي إن أنت بتمد إيدك تجيب حاجة، فده تمرين. إحنا ممكن نقوي ده في البيت، إن إحنا نقعد نعمل كده عشان نقوي إيدينا أو كده. فالfunctional training ده هو إحنا ممكن نستخدمه في البيت، يعني ممكن نبدأ خالص على فكرة من قبل تمرينات الكارديو ومن قبل المشي ومن قبل الكلام ده كله، بإن إحنا نعمل functional training اللي هي التمرينات البسيطة، الحاجات دي. فالfunctional training ده أنا هاعمل عليه حلقة كاملة أو هاعمل عليه نُص حلقة مثلًا، نتكلم فيه وأفهّمك إزاي تعمله كلّه، لإن ده مهم جدًا حتى لو أنت مش هتلعب رياضة، فأنت المفروض إن أنت تعمل الfunctional training ده. طيب أنا بقى لمّا باعمل functional training أو الوظايف الأساسية اللي أنا باعملها في يومي ببساطة دي، حطيتها بأوزان عالية، فجسمك بيحتاج إن هو يعلّي الBMR بتاعه اللي إحنا اتكلمنا عليه المرّة اللي فاتت أو السعرات بتاعة الثبات بتاعته، فبيزوّد الmetabolism اللي هو الحرق بتاع جسمك. فأكتر هدية ممكن تقدّمها لنَفْسك إن أنت تلعب تمرينات مقاومة مع تمرينات الكارديو اللي إحنا اتفقنا عليه. فإن أنا أنزل gym وإن أنا أشيل أوزان كتير، دي حاجة مهمة جدًا، 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 مش عشان شكل جسمي زي ما اتفقنا ولا هي رفاهية خالص، بل هي هتخلّيك كل أمّا تتقدّم بالعمر وتكبر أكتر، كل أمّا أنت هتكون في حياتك مرتاح. وحتى في متطلباتك اليومية لمّا تيجي ترفع حاجة أو تزُق حاجة أو أنت حتى بتقوم من مكانك، ما الحاجات دي كلّها شبه التمرينات اللي إحنا بنعملها في الgym، بس أنت بتعملها بوزن جسمك، ما بالك بقى أنت لو حطيت عليها أوزان، فلمّا تيجي تعملها بالوزن الطبيعي بتاعك، ده هيكون بالنسبة لك أسهل شوية. طيب إيه التمرينات التالتة أو إيه الجزء التالت من التمرينات اللي إحنا ممكن نعمله؟ الجزء التالت من التمرينات اللي إحنا ممكن نعمله هو تمرينات الاسترتشات. الاسترتشات دي اللي هي الإطالات اللي أنا ممكن أعملها لجسمي، اللي هي حاجات زي كده وكده واليوجا والكلام اللي إحنا اتفقنا عليه ده. طيب الحاجات دي مهمتها إن هي تحافظ على مفاصلك بأكبر قدر من الإمكان، وإن هي تخلّي مفاصلك فيها مرونة عشان ما يحصلكش حاجة اسمها frozen أو تجمُّد. التجمُّد أو frozen ده اللي هو الشخص اللي بتلاقي جسمه ناشف ده ييجي يتحرك كده، عارف أنت الحركة دي؟ ده اسمه frozen. تلاقيه مش عارف يفرد إيده لحد الآخر، مش عارف يعمل حاجة من ده كلّه بيحصل بسبب عدم الاسترتشات، والتشوهات القوامية اللي إحنا اتكلمنا عليها في أول الحلقة بتحصل برضه بسبب قلة الاسترتشات. فالاسترتشات دي حاجة مهمة جدًا، جدًا، جدًا ليك، وأنت لازم تعملها حتى لو ما بتلعبش رياضة، وحتى لو مش في دماغك إن أنت تلعب رياضة. لازم تفهم يعني إيه stretch وتقعد تتمرن عليه في البيت أول ما تصحى من النوم قبل أمّا تنزل شغلك، وده مهم جدًا، والله يا جماعة هتحس بيه بعد ال30 من أول 30 سنة وطالع هتبتدي تحس إن الاسترتشات دي فرقت في كل حاجة في جسمك، كل أمّا تيجي تعمل حاجة هتلاقي جسمك بيطرقع، حتى لو ما فيش وجع في طرقعة، ومع الوقت بقى هتحصل الطرقعة دي بعدها يحصل إيه، يبتدي يحصل تمزقات في الأربطة بعد الشر عليكم. جوه كل واحد فينا نسخة أقوى أنجح نسخة لسه ما ظهرتش. الفرق بينك وبين النسخة دي قرار إن أنت تبدأ تلتزم، قرار إن أنت تغير كل حاجة. أنا محمد أشرف، مدرب معتمد، وهساعدك إن أنت توصل لهدفك بخطة تدريبية معينة، بخطة تغذية مخصوصة ليك، وهمشي معاك خطوة بخطوة أونلاين لحد ما توصل لحلمك. خلي هدفك حقيقي وابدأ الرحلة. طيب تفتكر إن أنا لو عايز أبدأ رياضة من بكرة وحبيت إن أنا أمشي، هل المشي لوحده كفاية؟ لأ. خلّيني أتّفق معاك إن المشي لوحده مش كفاية، ويمكن أنت أول مرّة تسمع منّي الكلام ده. كل الناس بيقول لك امشي أو امشي نُص ساعة في اليوم كفاية ومش عارف إيه، هو قصده عشان تنشّط الدورة الدموية. لكن خلّينا نتكلّم في واحد عايز يخس بسرعة أو واحد عايز يشوف نتايج للdiet اللي هو بيعمله، لأ المشي لوحده مش كفاية. ممكن الهرولة، إن أنت تمِد وأنت ماشي كده تبقى بتمِد، ده بيحرق سعرات حرارية. لكن تخيّل، أنت متخيّل معايا لو واحد راح الgym واتمرّن تمرينة جامدة جدًا، حديد جامد بأوزان عالية وكارديو ومش عارف إيه، ممكن يوصل ل450، 500 سعر بالكتير أوي. أنت متخيّل؟ عارف يعني إيه 500 سعر؟ يعني باكو شوكولاتة صغير، يعني باكو شيبسي صغير، ده 500 سعر حراري. فأنت عايز تقنعني بقى إن واحد مشى نُص ساعة حرق مثلًا 100 سعر حراري؟ لأ طبعًا، هيحرق 80، 90 سعر حراري بالكتير أوي. فالمشي ما يعتبرش رياضة أوي، خلّينا نتكلم إن أنت لو عايز تبدأ ممكن تمِد أو تزوّد خطوتك شوية في المشي، بس مش هنعتبر إن ده الأساس أو مش هنعمل إن ده الأساس. طيب لو حد عنده مشاكل صحية، فهيبقى المشي أنسب حل له، بس برضه هيحاول إن هو يزوّد سرعته شوية. فأنت ابدأ وما تشغلش بالك اللي هيستناك إيه، أو ما تحطش لنفسك وقت معيّن. وأكبر غلطة الناس بتعملها أو الغلطات اللي الناس بتعملها دي اللي إحنا هنتكلم عليها دلوقتي، إن أنت لمّا تبدأ رياضة
بتحط لنفسك هدف بعيد أوي وبتبقى متخيل إن هو هيحصل في مدة قليلة. أولًا إحنا مش هنقارن نفسنا بحد، لإن أي حد أنت بتقارن نفسك بيه هو ظروفه غير ظروفك. أنا مثلًا مش هاقارن نفسي بواحد صاحبي عمل فورمة في شهرين، لإن أنا مش عارف هل ظروف شغله بتخلّيه ينام كويس، بيعرف ياكل كويس بروتين، هو جينات جسمه وطبيعة جسمه عاملة إزاي. أنا مش هاقارن نفسي بحد، أنا هاقارن نفسي بنفسي النهارده ونفسي من شهر أو نفسي من شهرين. وأكبر غلطة الناس بتعملها إن أنت بتبُص على صور الmodel أو صور الناس اللي هم جسمهم حلو زيادة عن اللزوم دول وتقعد تقارن نفسك بيهم، لإن الناس دي أصلًا ده أكل عيشها، هو عامل كده عشان ده يبقى أكل عيشه، فهو بيحاول يحسّن من صورة جسمه بأي شكل تتخيّله، وما عنديش مشكلة وعندي جرأة إن أنا أقول إن في عمليات تجميل بتتعمل عشان حاجات معيّنة تحصل، في حُقن أو steroid بتتاخد عشان حاجات معيّنة تحصل، فما تقارنش نفسك بحد، وخلّي نفسك أنت ونفسك بس، أنا فين النهارده وأنا فين من شهرين أو أنا فين من 3 شهور، هي دي الفكرة، لو أنت ما بدأتش النهارده بعد 3 شهور أنت هتبقى زي ما أنت أو يمكن أزيد شوية، لكن لو أنت بدأت النهارده أنت بعد 3 شهور هتكون واحد تاني حتى لو نزلت 10 كيلو، وطبعًا 10 كيلو إحنا بنتكلم في حاجة كبيرة جدًا. إيه الغلطة التانية اللي الناس بتغلطها؟ البداية العنيفة، إن أنا أبدأ بداية عنيفة جدًا، يعني أنا خلاص خدت الكلمتين اللي أنا قُلتهم في الحلقة دول، فأنت اتحمست وقُمت بقى شِلت البيت كلّه على كتفك واشتغلت تتمرّن بيه، وطبعًا ده غلط جدًا، غلط جدًا، 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 لإنه هيعمل لك إصابة جامدة جدًا، وخلّيك عارف إن الجسم كده، كده بيتطوّر ببطء. الجسم مش بيتطور بالسرعة اللي أنت متخيلها، يعني أنا مش حاجة عملتها طول السنين زي ما قُلنا الحلقة اللي فاتت، هاجي في يوم وليلة أغيّرها، لأ يا بابا أنت خلاص قعدت مثلًا 20، 30 سَنة بتاكل أكل غير صحّي ومبوّظ جسمك وابتدى يطلع لك دهون، هتاخد على الأقل سنتين أو 3 سنين لحد ما توصل للشكل المثالي اللي أنت عايزه، الشكل المتناسق أو الشكل الحلو جدًا إن أنت المفروض تبقى جوّه جسمه جوّه فيه مرتاح، فزي ما أنت صبرت المدة دي كلّها وإحنا ما صبرناش طبعًا. بس زي ما أنت صبرت المدة دي كلّها، أنت محتاج إن أنت تصبر وتدوس على نَفْسك وتغيّر عاداتك اليومية بالشكل ده. طيب إيه اللي هيحصل لو أنا اتمرّنت تمرينات جامدة جدًا، جدًا، جدًا في وقت قصيّر عشان أنا عندي فرح مثلًا كمان 20 يوم أو أنا عندي حاجة كمان 10 أيام، فعايز أنجز نَفْسي بسرعة، هيحصل لك إصابات، هيحصل لك تمزقات أربطة، هيحصل لك حاجات كتير جدًا. لو أنت عايز تخِس في مدة قصيّرة، في حاجات كتير أوي إحنا نقدر نعملها هنتكلّم عليها في وقت تاني. طيب إيه الغلطة التالتة اللي الناس بتغلطها؟ إن هو أول ما ينزل الgym بيجري على المكملات الغذائية، المكملات الغذائية هي حاجة هتساعدك إن أنت تطوّر نَفْسك بس مش من أول ما تبدأ. لأ، الصح إن أنت تبدأ بجسمك وتبدأ بنَفْسك وتبتدي إن أنت تطوّر نَفْسك، ولمّا تشوف تطوّر ملحوظ في جسمك وفي عضلاتك، تبتدي تاخد مكملات. أنا مثلًا دلوقتي عايز أخِس، إيه أكتر حاجة الناس بتسألني عليها لمّا تيجي تخِس؟ هو أنا عايز آخد دوا، آخد دوا إيه؟ هو أنا عايز آخد أعشاب بتخسِّس، أعمل إيه؟ ما بالراحة ما تسيب جسمك يحرق بطبيعته ويتعوّد على الحرق، وبعد كده أنت تبقى تنشّطه بالحاجات دي، تبقى تزوّد بالمرحلة دي، لإن خلِّ بالك أي حد وزنه عالي جدًا وييجي يبدأ رياضة، هينزل بسرعة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا في أول فترة، هتلاقي نفْسك في أول فترة جسمك نزل بسرعة، وبعد كده هتلاقي جسمك ثبت على على حاجة معيّنة، وتبتدي تنزل منها بالتدريج، بالتدريج البطيء. فالمرحلة دي هي المرحلة اللي إحنا بناخد فيها أدوية، وبناخد فيها أعشاب، وبناخد فيها مكملات تحرق أو تساعد على الحرق. لكن أول ما ابدأ سيب جسمك يتعامل بطبيعته، وسيب جسمك يتعلم ويتعود إزاي يحرق. لإن أنت تعتبر دخلت في فترة ركود زي اللي إحنا قُلنا عليه في أول الفيديو اللي هي مقاومة الأنسولين، ما مقاومة الأنسولين دي إن واحد فضل قاعد عمّال ياكل، 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 فجسمه بقى فيه سُكّر كتير جدًا، أنسولين كتير جدًا، فالخلايا بقت تقاوم الأنسولين، فابتدى إن هو يحصل لك مشاكل بسبب زيادة الأنسولين في الدم، فجات لك مقاومة أو سُكّر من النوع التاني بعد الشر عليكم جميعًا. طيب أنا طول الحلقة باتكلّم معاك يمكن لخبطتك شوية، بس خلّيني دلوقتي أوضّح لك أنت هتعمل إيه بالتدريج. أنت اتفرّجت على الحلقة دي واتحمّست وخلاص خدت قرار واقتنعت إن أنت تقوم تلعب رياضة. إيه أول حاجة هنعملها؟ أول حاجة أنت لازم تعرف يعني إيه استرتشات اللي إحنا اتكلّمنا عليها دي. الاسترتشات دي مهمة جدًا وضرورية جدًا حتى لو أنت قررت ما تلعبش رياضة. أنت هتقوم دلوقتي هتفتح الفيسبوك أو اليوتيوب أو أي موقع فيه search وهتعمل search على حاجة اسمها استرتشات وهتقعد تتفرّج عليها. وأنا هانزّل لك قدّامي على الشاشة كده كام حاجة تشوفهم عشان تبقى عارف الاسترتشات دي شكلها إيه وأنت بتعمل search. وتبتدي إن أنت تجرّب مع الفيديو ده وتعمل 4 في 10 بالتدريج تبتدي تزوّد ال10 دي لحد 30 أو 50. الاسترتش ده مهم جدًا، جدًا، جدًا إن أنت تعمله كل يوم الصبح قبل ما تنزل شغلك أو قبل ما تنزل من البيت عمومًا. أنت لو قررت إن أنت ما تلعبش رياضة، الاسترتش ده أنت لازم تعمله.
طيب خلاص أنا عدّيت مرحلة الاسترتشات دي وحسّيت إن الاسترتشات سهلة، ولمّا جيت أعملها بدأت أحس إن أنا جسمي متقبّلها وجسمي أخَد عليها، وعدّيت أول أسبوع وأنا باعمل الاسترتشات دي. مبدئيًا الاسترتشات دي هتشد شكل جسمك وأنت مش واخد بالك، يعني أنت هتلاقي إن جسمك مشدود وإن أنت جسمك ابتدى يبان عليه من الاسترتشات دي، أنت متخيّل؟ مع إن هي ما فيش فيها أي مجهود. طيب الأسبوع التاني هاعمل إيه؟ الأسبوع التاني هازوّد على وقت الاسترتشات ده أو العادة اليومية اللي أنا عملتها لنفسي، وركّز أوي على كلمة العادة اليومية اللي أنا عملتها لنفسي دي، إن أنا ألعب رياضة قبل أمّا أنزل الشغل الصبح. فكرة إن أنا ألعب رياضة قبل أمّا أنزل الشغل الصبح وأعوّد جسمي إن أنا كل نُص ساعة باعمل رياضة أو إن أنا مثلًا بقيت بدل ما باصحى الساعة 07:00 باصحى 06:30 وآخد النُص ساعة دي رياضة، خلاص أنا كده جسمي اتأقلم على العادة دي واتعوّد عليها، من مجرّد إن أنا بدأت الاسترتشات هابتدي آخد الاسترتشات دي وأزوّد عليها حاجات بسيطة خالص صغيّرة جدًا، زي إن أنا أجري في مكاني، زي إن أنا أعمل step، زي إن أنا أعمل هرولة، زي إن أنا أعمل نشاط يومي الصبح قبل الشغل لمدة نُص ساعة بسرعة تعتبر شبه متوسطة. أول ما يبتدي نبضات قلبك تعلى شوية ويبتدي العرق ينزل منّك، يبقى أنت كده وصلت لمرحلة الاستفادة. طيب زي ما عرفنا كده إن الرياضة مهمة جدًا وإن أنت لازم تبدأ، خلّيك متابع البرنامج بتاعنا، لإن أنا هاعلّمك إزاي تبدأ في نظامك الغذائي ونظامك التدريبي، ولو أنت حابب تتابع معانا أرقامي هتكون على الشاشة، وأي استفسار عندك لازم الأرقام لازم تبعت لي على الأرقام بتاعتي، لإن أنا كده باقرا الحاجات دي وبانزّلها في آخر حلقة زي ما هنشوف كمان شوية. خلاص أنت خُد القرار إن أنت تبدأ وإن أنت تلتزم، وأنا معاك خطوة بخطوة، وهنوصل لكل حاجة أنت عايز توصل لها، بس فكرة الcomfort zone وإن أنت ترتاح دي مش حاجة كويسة، والرياضة مش رفاهية، وحاول تحافظ على صحتك وعلى جسمك مش عشان نَفْسك، عشان أنت وعشان كل الناس اللي بيحبوك. دلوقتي بقى هنبدأ بفقرة الأسئلة اللي أنتم بعتوها لي من الحلقة اللي فاتت، ونشوف هنمشي فيها إزاي، ولو أنت حابب إن اسمك يكون معانا ابعت لي على الواتساب على الأرقام اللي موجودة على الشاشة، وبإذن الله تكون معانا المرة الجاية. لو أنت حابب إن أنا أقول اسمك، اكتب لي بس قُل اسمي، أنا النهارده مش هاقول أسامي خالص. خلّينا نتكلم في حد باعت لي: كنت ماشية صح وخسيت جامد جدًا وقللت سكر ونشويات وأي حاجة فيها دقيق. وبعد كده رجعت تاني ويمكن أضخم من الأول ورجعت لنقطة الصفر ومش عارفة أبدأ diet تاني، وكل حاجة كنت حارمة نفسي منها بقيت باكلها بشكل أكبر. طبعًا ده غلط جدًا. فكرة إن أنا أعمل diet قاسي بالشكل ده، فكده أنا هارجع للطبيعي. إحنا بني آدمين وإحنا كده نفسنا بتروح لحاجات، ففكرة إن أنا أعمل diet 100% قاسي وأحرم نفسي من كل حاجة عشان أخس، وبعد أمّا أخس أتخن تاني، فده مش صح. ما كده أنا هارجع تاني. لكن الصح إن أنا أستبدل العادات اليومية بتاعتي اللي أنا باعملها غلط بعادات صح، زي إن أنا مثلًا أبدِّل السكر الأبيض بعسل، أبدِّل السكر الأبيض بسكر دايت. في شوكولاتات دارك حلوة جدًا، طعمها حلو جدًا شبه الشوكولاتة العادية، بدل ما أنت بتاكل شوكولاتة ممكن تاكلها. في دلوقتي حاجات زي البافس أو الكاراتيه أو الشيبسي أو الحاجات دي كلها بينزل منها حاجات بشكل healthy. الدنيا اتطوّرت جدًا وحاجة دلوقتي بقى طعمها حلو، الحاجات اللي هي ليها علاقة بالدايت. في شوكولاتات نزلت دايت وفي سبريت نزل دايت شبه النوتيلا والحاجات دي، فحاول على قد ما تقدر إن أنت تاكل الحاجات دي باتزان وتعمل اللي أنت عايزه في الدايت بحيث إن أنت ما تأثّرش على نَفْسك. بس طبعًا لو كان الحاجات دي هناكلها باتزان زيّها زي الحاجات التانية مُضرّة، وهنخلّي بالنا جدًا وإحنا بناكلها. وآخر سؤال معانا، حد باعت لي: أنا باحاول أقلل النشويات وباعصر على نفسي ليمونة بس بجد بابقى مش قادرة وجعانة وما شبعتش. ده مفهوم غلط خالص إن إحنا فاكرين النشويات هي اللي بتشبعنا، النشويات مش هي اللي بتشبع خالص، اللي بيشبعنا هو الألياف والدهون الصحية. جرب كده الصبح تفطر حتة جبنة قريش بس، ما تاكلش معاها حاجة تانية، بس حط عليها معلقة زيت زيتون صغيرة، هتلاقي نفسك قاعد مدة كبيرة جدًا شبعان ومش قادر إن أنت تاكل. ففكرة إن أنا أقلل النشويات وأعصر على نفسي ليمونة وأموت نفسي في الدايت ده مش صح. كل نشويات بشكل متزن، ولو أنت فهمت طبيعة جسمك وفهمت إيه اللي بيشبعه وإيه اللي بيخلّيك تحرق، هتفهم إن النشويات مش هي اللي بيشبع، وفي ناس كتير جدًا بتستغنى عنها في الدايت، رغم إن أنا شايف إن ده غلط ومش صح. الصح إن أنا أدخّل جسمي كل العناصر الغذائية بشكل متوازن. مشاهدينا الكرام، إحنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا، وكنت أتمنى إن أنا أبقى معاكم أطول شوية. إن شاء الله في الحلقات اللي جاية هابتدي أكلمكم أكتر عن الرياضة والتغذية، بحيث إن أنت تفهم جسمك وتبقى عارف كل خطوة أنت بتخطيها إزاي. الأرقام بتاعتي موجودة على الشاشة، أي حاجة أنت محتاجها ابعت لي على الواتساب. لو حابب إن إحنا نتابع أونلاين مع بعض أو حابب إن أنا أوصّلك للجسم المثالي برضه هتبعت لي على الواتساب، وبإذن الله، بإذن الله الحلقات اللي جاية هتستفيدوا منها أكتر. جوه كل واحد فينا نسخة أقوى أنجح، نسخة لسه ما ظهرتش. الفرق بينك وبين النسخة دي قرار إن أنت تبدأ تلتزم، قرار إن أنت تغير كل حاجة.
أنا محمد أشرف، مدرب معتمد، وهساعدك إن أنت توصل لهدفك بخطة تدريبية معينة، بخطة تغذية مخصوصة ليك، وهمشي معاك خطوة بخطوة أونلاين لحد ما توصل لحلمك. خلي هدفك حقيقي وابدأ الرحلة.